الحظ لو يستحي مرة على دمه ما كانش فيه محروم يشتكي همه. الحظ ده بختنا صنعينه بإيدينا، وساعات ومن همنا نسلطه علينا. أوقات في أحلامنا نطير ونسافر، نفوق نلاقي الغم لسانا بنعافر. حظك ده عزيمتك عمر الحظوظ ما كلام. اللي يهين نفسه ما تنصفوش أيام، واللي يصون نفسه بيحقق الأحلام. وفهمها انت بقى ما تقولش أسوق الشبح ولا أسوق التقى. قول أنا هبقى وكل أحلامي هتبقى متحققة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الأدب. نجوم الماضي والحاضر والمستقبل. نجوم الأدب بنستضيف العمالقة وبنستضيف الشباب، بنستضيف اللي بنتوسل فيهم الخير لبكرة، وبنستضيف الأقوياء نتعلم منهم، وبنستضيف الشباب بنوجههم. والنهاردة معانا الشاعر أحمد سالم، شاعر عامية، شاعر ليسانس آداب قسم صحافة وإعلام. هو يتكلم عن نفسه. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذنا، وشرف لي أن انضم للبرنامج وانضم لقناة الهلال. وبصراحة أنا متابع للحلقات بتاع حضرتك. أنا واحد من البلاد دي، دقت حلوها ومرها، حبيت رملتها وميتها، وبكره أي حاجة تبعدني عن حضنها. أنا أحمد سالم، خريج ليسانس آداب قسم صحافة وإعلام، وخريج تخصص خطوط عربية وكتابة مصاحف. سني 37 سنة، متزوج وأعول 4 أولاد. ما شاء الله. تخصص كتابة مصاحف، خطوط عربية وكتابة مصاحف. بدايتك للشعر كانت امتى؟ بدايتي للشعر كانت وأنا في الإعدادي. كان عندك كم سنة؟ يعني كنت 15 سنة بالظبط. طب وإيه اللي استفز قلمك أو خلى فيه بداية مبكرة ليك في الشعر؟ الطبيعة، بما إني عايش في بيئة ريفية بيتواجد فيها الاندماج والرومانسية والعاطفة والترابط بين الأشخاص. كل دي عوامل تصنع من الإنسان العادي كاتب لأي شيء بيحس. على كده أنت فاكر أول الأبيات كتبتها؟ أنا ما بتتنسيش فعلا، بس كانت في صورة نثر، مش زجل خواطر. أيوة. أنا بيهمني جدا أعرف بداية الكتابة، والناس تعرف السادة المشاهدين معايا بداية الكاتب أو بداية الشاعر أو بداية الهاوي، عشان خاطر الناس ما تزعلش تقول أنت بتقول هاوي شاعر كاتب نجم. أنا عايز أعرف بداية سطورك أو بداية شطرتك كانت إيه؟ كانت حاجة كتبتها اسمها إلى نور العيون. إلى نور العيون. إلى من أدخلتني جنة الحب وعلمتني العشق وحب الحياة. جميل جدا. طب أنت اللغة العربية أو مدرسين العربي، في مدرس لغة عربية كان ليه أثر معاك في تحليلك، في نقدك، في توجيهك؟ أستاذ أحمد الغرياني هو من أول الناس اللي حببني جدا في الشعر، وحط رجلي على أول خطواته، وبدأ يتابعني على مدار سنوات الدراسة لحد ما صدر لي مجموعة قصايد في ديوان اسمه القلوب الظمآنة. ده صدر سنة 2005. مجرد إنه صدر بقيت فرحان وملهوف، لأني أكتب إهداء على أول إصدار ليا واروح اوديهوله اعترافا مني بالجميل للاستاذ احمد الغرياني. مدرس لغه عربيه. مدرس لغه عربيه. انهي مرحله؟ كان مدرسي في مرحله الاعدادي. ومع ذلك وجهك وشجعك وحببك في انك تواصل طريقك. استمر معايا فعلا، وكان بيقيم كلامي، وكان دايما بيستحسن الحاجه اللي تستمر يقول لي استمر عليها، والحاجه اللي مش مستحسنه يقول لي استبعدها. طب وانت باستمرارك ده كنت فين الفترة اللي فاتت دي كلها؟ انا شايفك ليك تواجد على الفيسبوك وليك تواجد في الانترنت، بس الكلام دوت كان قريب. ايوه فعلا. الفترة اللي فاتت انا كنت مشغول بمتطلبات الجواز والاولاد، ومع ذلك ما اهملتش كتابة الشعر. كنت بكتب كتير جدا وبحتفظ بيه لحد ما تسمح الفرصة، وربنا يسهل باذن الله يبقى لي دواوين منفصلة ويبقى لي اشياء وبرامج تنتشر زي شرفي مع حضرتك النهارده. احمد سالم، برغم ان انت كنت بتركز في انك تكون بيت واسره، وده طبعا ده هدف جميل وطموح نبيل، ويعتبر اكيد من الطموح الصعب اللي مش متناول دلوقتي، والحمد لله التوفيق ربنا انك قدرت فيه، لكنك كنت متابع القضايا السياسيه. ده فعلا على المستوى العربي وعلى المستوى المصري، يعني خارجي وداخلي.
كتبت قصيدة القدس والدم. لسه القدس بتنزل دم، لسه كتير بتنادي يا عم. عايز اسمع منك. القصيدة دي لما اتفرجت على اللي بيحصل للفلسطينيين اتأثرت طبعا وكتبت القدس والدم. كلماتها بتقول: لسه القدس بتنزف دم، لسه كتير بتنادي يا عم، عاللي يرجع ليها الحلم ويريحها من الأوهام. قتلوا كتير، فجروا ألغام، خلوا القدس ركام في ركام، دايرين يهدموا في الإسلام، منعوا الأمة كمان تتلم. لسه كتير أطفال بتنام، عايشة في بحر من الأحلام، امتى نهارهم يمحي ظلام وينسيهم لون الدم. كتر الكره وكتر الهم، طفلها مات قدامها الأم، قامت تصرخ في استسلام، عمر في يوم ما هتنسى الظلم. اصرخي من الحرقة ومن الهم، طفلك ما بقاش يوم ينضم. ما انتش قادرة تقولي ده علم حقيقة وما هوش حلم، ولسه القدس بتنزف دم. لسه القدس بتنزف دم. احداث الثورة ما نقدرش نغفلها وهنفضل نتكلم عليها يمكن العمر كله. بما انك من الشباب، كنت فين وقت الثورة وابتدت مشاركتك الفعلية فيها امتى؟ أنا تواجدت في يوم جمعة الغضب 28 وكتبت قصيدة اسمها الميدان. طبعا مامتي طبعا كانت بتمنعني ان انزل الميدان او انزل اشارك مع الثوار زي اي ام. زي حنين اي ام واندماجها مع ابنها. فانا ما استجبتش لرغبتها ونزلت الميدان. فتخيلت الام وكتبت قصيدة الميدان بقول لها فيها: نازل وبودعك، جايز مرجعلكيش، مش ممكن اخدعك وانطق جاي ومجيش. نازل ايوه يا امي، رايح انا على الميدان، هعلن كلامي ونفسي، ننسى كل اللي كان ونرجع مصر تاني، ام لكل الوطن، نملك منها اغاني، نبعدها عن الشجن، ومسيرة يوم يا امي هتشوفي شيء جديد، ينور أرض بلدي، تنسى عصر العبيد. يوم ما نزيل كل فاسد، اليوم ده هيبقى عيد. نازل وبودعك، جايز مرجعلكيش، مش ممكن اخدعك وانطق جاي ومجيش. وما تحزنيش يا غالية، ما تحزنيش يا غالية، لو عدى عليك لحظة ولقيت ابنك في حضنك بتودعيه شهيد. ايوه راح اكون شهيد، مش غصب عني ابدا، ده حلم في قلبي ساكن، بحلم انوله طبعا، ما بتفرقش الاماكن. وهتفرق ليه بقى هنا او هناك، ده وطني عايش وسط المشاعر، مالي احساس قلبي، بوهب عمري وشاعر، مليون زيه ما يكفي. نازل وبودعك، جايز مرجعلكيش، مش ممكن اخدعك وانطق جاي ومجيش. الله، وانطق جاي ومجيش. الفكرة نفسها جميلة جدا انت كتبتها، وفي نفس الوقت صورت الموقف اللي انت بتحس بيه وبتعيشه، انك رافض موضوع والدتك انها تمنعك وكده. وفكرتني بصديق ليا كان حكى لي على موقف اثر فيا قوي. والدته كانت بتمنعه ينزل الميدان، وراح لقاها واقفه في الميدان مع الثوار. الموقف ده كان موقف هزنا كلنا وهز المجموعه، ده هو رجع يعبر عنها بقصيده جميله جدا في الميدان، اسمه كابتن احمد، ان شاء الله يكون ضيفي قريب. استاذ احمد، انت كنت معبر عن قصيده اسمها السجين. زنزانه واربع حيطان وقفل مفتاحه مع السجان، زنزانه واربع حيطان مفتاح مع السجان. كنت معبر القصيده دي وقت كتابتها كان امتى؟ وقت كتابتها كان في الأحداث اللي فاتت برضو، لما حسيت إني ما هو الشخص اللي مسجون في زنزانة، لا، حسيت إن كلنا كده شعب مسجون في وطنه،
مشتاق لانه يتحرر ومشتاق انه يعيش ومشتاق انه يحس. انت بالظبط كانت كتابتها كانت الشهر اللي فات. يعني بعد احداث الثوره بعد مرور سنه عليها كمان. ايوه. طب انت واضح ان وزنك وزنك ايقاعي، لسه ما دخلتش في مرحله العروض. لا لسه. تمام. زنزانه واربع حيطان وقفل مفتاحه مع السجان، زنزانه واربع حيطان مفتاح مع السجان. طب نسمع قصيده منك؟ حاضر. اتفضل. السجين. زنزانة باربع حيطان، مفتاح مع السجان، والبسمة فرقت شفايفي وحل مطرحها كده الأحزان. يدخل لي سجاني ويديني طبق ورغيف، والتهمة عنده بقى إني عشت شريف. مش قابل إن البلد دي يسرقها حراسها، ولا قابل إن الحياة تظلم في يوم ناسها. وخير بلدنا كده يبقى في ايد غيرنا، يحدد اللي يشوفه لو حتى في مصيرنا. اصل الحكاية يا ناس، اصل الحكاية يا ناس عهد وخلاص، ولا وسنينه كانت عجاف قاسية او مرة. لا زرنا يوم فرحها ولا شفناهوش مرة. كنا كده بنخاف، كنا كده بنخاف نعمل في يوم واجب، وإذا قلنا ده اللي يكون الرأي مش عاجب قدام جميع الناس. إخوات وحبايب لكن ما بينا كده ناكل في بعضينا. ولاد بلد في الكلام بس الحق في السجن يرمينا، ويدوقونا المرار، واللي ما يخطر ببال بيعملوه فينا. وإذا قلنا لأ وصرنا تتلم أهالينا، لازم لما يبقوا كباش فدا والله بعدينا. بين الحيطان مسجون لكن جوايا متعافي، وفي وسط بحر الحياة سلاحي مقدافي. والحزن ساكن في قلبي زايد أوي ووافي، قدام جميع الناس عايش ومستقوي. لكن في زنزانتي نفسي في شعور دافي، تايه في بحر الزمن ونفسي طول الشط. لكنه طلب التمن وحط مليون خط، زنزانة باربع حيطان مفتاح مع السجان. زنزانة باربع حيطان مفتاح مع السجان. احمد انت خريج اعلام. ايوه فندم. طبعا عايزين نسأل سؤال بيلح نفسه. اعرف وجهة نظرك كشاب، وجهة نظرك في الاعلام المرئي مع الشباب والفرص، وجهة نظرك في دور الاعلام في نقل الساحة السياسية بمصداقية. عايز اخد رأيك بصراحة، بما انك كنت مشارك ومفاعل في الثورة، وبما انك كنت وما زلت مشارك في الاحداث الوطنية والسياسية، بكلمتك وبنفسك وبمجهودك. وده اللي هنرجع له بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل، راجعين تاني مع حوارنا مع شاعرنا الجميل، مع شاعر المستقبل احمد سالم. انتظرونا راجعين تاني. كن مميزا وحمل أجمل البرامج الإسلامية والترفيهية على جوالك. برنامج أسماء الله الحسنى، برنامج المطبخ، برنامج أسماء الأولاد والبنات، برنامج الأذان والقبلة،
ومواقيت الصلاة. فقط اتصل من أي محمول على 2034. عدنا مرة ثانية أعزائي المشاهدين مع شاعر المستقبل الجميل أحمد سالم، والسؤال الإعلامي. بما إنك خريج إعلام، أنت وجهة نظرك ورأيك في الإعلام بصراحة؟ الإعلام في الفترة الأخيرة طبعا لم يرقى لمستوى أنه يحتوي الشعراء الشبان. احتوى وجوه مستهلكة طبعا، ناس ليهم تاريخ كبير أوي في الشعر، ما نقدرش نبقى ناقمين عليهم. احنا بنتمنى طبعا نبقى زيهم، بس الإعلام زي ما الناس دي ساندها الإعلام في السنوات اللي فاتت واهتم بيهم وأبرز كل مواهبهم قدام المشاهد، احنا بنتمنى الناس اللي ارتقت ولمعت الإعلام يهتم بالجيل الصاعد، الناس اللي بتبدأ تكتب الكلمة بتخطو نحو الإحساس، عشان يبدأ المشاهد يعرفه ويحسه ويحترم الشعر ككل ويحترم الشاعر خصوصا. ايوه بس انا معاك، بس الاتجاه دلوقتي من بعد الثوره لما الشاعر فرض نفسه او الشعر فرض نفسه بمصداقيه، وكان من ضمن او اسباب شراره الثوره الاولى سواء كان الشعر العاميه او الفصحى، مع ان انا بميل للشعر العاميه اكتر، اثبت وجوده. بقى في تسلط اضواء على الشعراء بمختلف مستوياتهم عكس قبل كده، عكس السابق يعني. ولا ما كنتش تلاقي برنامج زي برنامجنا كده نجوم الادب يعني. وبعدين الناس فهمت كلمه نجوم الادب يعني عمالقه الادب والنجوم، مع ان ده مش المقصود يعني. حتى انا شرحت في البرومو وشرحت في كذا حلقه، بتعمد ان افكر الناس ان احنا بنستضيف شعراء حتى المستقبل بتوسع فيهم خير يعني، زي حضرتك كده يعني. الله يخليك يا استاذ احمد. طبعا انا لامس كده حضرتك، بس انا ما قصدتش انهم مهمشينهم تماما، انا قصدت ان المساحات تزيد، ما يبقاش مثلا بالقرب زياده مساحه وفرصه اكتر. زياده المساحه في استضافه الشعراء الشبان، عشان يبقى في مساحه لان الناس تتعرف عليهم اكتر، بالتالي يبقى لهم تواجد في المجتمع المصري اكتر. على العموم ده امل اللي احنا كلنا عايزينه، كلنا بنتمناه فعلا. انا اتمنى ان كل قناه، ان كل اتجاه يبقى فيه برنامج ادبي ثابت يومي زي نجوم الادب كده في قناه الهلال، في برنامج ثابت يومي بيستضيف كل الشعراء، كل الشبان، كل الادباء، سواء كانوا كبار او سواء كانوا صغيرين او سواء كان المستقبل ليهم او سواء كان يعلمهم. انا بتمنى ده فعلا. بتمنى ان ما يكونش ان يعني نلاقي فرصه اكبر من كده، ان كل مكان يبقى فيه ليه برنامج ادبي يومي ثابت. انا معاك. استاذ احمد، نرجع تاني لاحداث الثوره. انت عامل قصيده اسمها ما احناش عارفين الحريه، عملتها بتقول لي بمناسبه ان كان في هجوم في التحرير على المجلس العسكري. تمام. ايه ظروفها؟ وبلاش ايه ظروفها، قولها ومن كلامك فيها نعرف انت قصدك ايه. كتبوا كتير من ده على الحيطة، حولوا بلدي الفوضى وزيطة، يسقط حكم العسكر. طب ليه ندمر، ليه بنكسر، ليه نقلبها بابن الفوضى؟ ما احنا اكيد في الاخر نخسر. كل اللي وصلنا له خلاص راح يتبدل، راح يتدمر، ونعيش عصر جديد في وطننا، بس هيبقى العصر ده اخطر. ما احناش عارفين الحرية، لا وكمان ماشيين نتمنظر. ما احناش عارفين الحرية، لا وكمان ماشيين نتمنظر، ونقول لو عايزين تغيير راح يتغير، بس نقشر. هي خلاص الدنيا دي فوضى، ننطق حرية هنتحرر، اصل لا يمكن يبقى ده حالنا، ما خلاص شهد العسل اتمرر.
اصل لا يمكن يبقى ده حالنا، ما خلاص شهد العسل اتمرر. اصبر لحظة يا شعب وهاود، الاحلام جواك راح تظهر وتنور في طريق ايامك. عمر الكلمة في يوم ما تعمر، لازم ويا الكلمة دي يبقى مال، والمال بقى مش متوفر. اعمل حاجة لاجل ما تفضل وسط تاريخنا تملي تنور، وتقول شعب بلادنا ده حر، مش مستهتر مش متهور. ليه تهدم في بلادك وانت قادر تبعدها عن المر؟ عمر ما كان ده تصرف ابدا من انسان عاقل او حر. حافظ على الثورة بافكارك لاجل ما تكمل بقى وتمر. يسقط حكم العسكر، كلمة ولازم بعد اليوم ده فيها ما عدناش تاني نفكر. فيها ما عدناش تاني نفكر. يعني انت من ضمن المعترضين على مشيان المجلس العسكري؟ حقيقي، لان ده يعتبر يا استاذ احمد مع احترامي لوجهة نظر كل اللي موجودين في الشارع صمام الامان للبلد. هو الحاجز بيننا وبين الخطر، مجرد انه يزال يبقى احنا بلدنا اتحولت لحرب اهلية ما عادش فيها سائد ولا مسود. خلي بالك ان الاهداف كلها، يعني اهداف الاطراف المتحورة بتبقى كلها هدف مصلحة البلد. حقيقي. تمام، او المفروض، بس هي التناول، الفرق في التناول بالظبط، والفرق في استعراض قضيتك، هي دي المشكلة. لكن انا سعيد جدا ان شاب واعي زيك ولسه في بدايه حياته وفاهم ضروره وجود المجلس العسكري في المرحله لحد ما تنتهي، لان لسه امور بتتظبط، لسه بتوضح. وخلاص احنا داخلين على مرحله الانتخابات ان لم يكن قربت ايام او في بدايتها 10 مارس ان شاء الله بدايه الترشيح. تمام. انت كتبت قصيده ثانيه اسمها جربت. حقيقي. مصر. ايوه فعلا. قصيده تعتبر عاطفيه لمصر، تخيلتها كمحبوبه او بتعبر عنها. بالظبط كده، انا تعايشت معاها، ويمكن كل ما افكر اسافر اطلع في اي مكان اخلص كل الاجراءات ارجع الغي كل حاجه واعيش في مصر. طب بعد ما اتكلمنا على الدم، القدس والدم، بعد ما اتكلمنا على السجين، وبعد ما اتكلمنا على الزنزانه، يا ريت نختم بحاجه عاطفيه في حب مصر زي ما انت قلت. جربت. بعيش باحساسي معاكي يا ملكه قلبي وسنيني، مش قادر انسى بقى هواكي من يوم ما رحت فارقتيني. مش ممكن هنسى كلامك ولا كنت راح ابعد يوم، ما انا عشت كتير احلامك، ما انا عشت كتير احلامك، وده قدري وشيء مقسوم. جربت معاكي حياتك ولقيتك كل حياتي، مش ممكن هبعد عنك، مش ممكن يوم هنساكي. انا عايش طبعا ليكي وبدوب وياكي وفيكي، لحظة ما تكوني معايا ما بعيش غير لعينيكي. انا يوم ما بعدت وسبتك مت لوحدي بتجربتك، انا يوم ما بعدت وسبتك مت لوحدي بتجربتك. جربت كتير انا بعدك ولقيتني عايش ليكي، انا عايش زي سفينة دايرة تدور على المينا، كل ما موجة تقربنا رافضة التانية ترسينا. ببعد عن حضنك لكن بعدك شيء صعب علينا، جربت معاكي حياتك ولقيتك كل حياتي. جربت معاكي حياتك ولقيتك كل حياتي، واستشعرت واستشفيت من كلماتك ان انت شاعر غنائي قوي وليك باع في الاغنيه. الله يخليك يا أستاذ. لا بجد، انت فعلا بتكتب اغاني. ايوه ده اكيد، وبتكتب اغاني بس يمكن رومانسيه. فعلا. مفيش اغاني ثانيه دينيه او؟ فيه ديني طبعا. طب فاكر حاجه اغنيه دينيه؟ كلمات كنت بقول فيها لازم اتوب. طب نسمعها منك يا ريت كلنا، حتى لو طيبين عايزين نتوب تاني. قول. لازم اتوب من كل ذنوب، انا لازم اتوب. دنيا وعيش فيها حياة انسان مغلوب، لو تداوينا او تجرحنا وتبكينا او تفرحنا برضو بنرجع تاني نتوب. من ذنب طارت تفكيرنا
وعشانه عايشين في هروب. تبت كتير انا توبة نصوحة، بس الذنب ملوهش غروب، لازم اتوب. لازم اتوب. احمد انت معاك دقيقتين. اتفضل. معاك دقيقتين. الدقيقتين دول انا عايز الاول اعرف ايه حلمك العام وحلمك الخاص. ايه احلامك؟ بتحلم بايه؟ حلمي العام مصر تفضل هي نبراس وقنديل كل الدول زي ما كانت. وحلمي الخاص الغلابة يبقى لهم نصيب، لأن الثورة قامت عشان الغلبان، قامت عشان يعيش ويحس ويشبع ويتكسي. نفسي الغلبان فعلا ياخد حقه على الأرض. ايوه هياخد، بس الموضوع موضوع وقت، كل حاجة بتاخد لها. أنا مع حضرتك وبأيد وجهة نظرك، بس طبعا أنا بناشد كل المسؤولين اللي تولوا سلطات في ظل الثورة بلسان الشباب وبعزيمتهم وبقدرتهم إنهم ينظروا بعين الاهتمام للغلبان في مصر. والله وانا بضم صوتك طبعا، ده بالنسبة للحلم العام حقيقي. ده الحلم العام. طيب بالنسبة للحلم الخاص؟ حلم الخاص أنا بتمنى إني أكتب كل حاجة جميلة تعجب المشاهد، مش أكتر من كده. ما بطمعش في شهرة، ما بطمعش في إني يبقى مش المشاهد بس، أنت هتبقى تخصص فضائيات ولا إيه؟ مش تكتب كل حاجة جميلة تعجب الناس. تعجب الناس عموما، المشاهد، المستمع، القارئ. بالظبط حضرتك، القارئ والمستمع والمشاهد. وبالمناسبة هو يعني في بعض القصائد سجلت ليا فعلا في محطة الFM البرنامج الثقافي الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي اذاعات مختلفة، يعني عملت مجهود في اذاعات مختلفة. بس احنا انا مش لاقيك بتواجد مستمر في الفيس بانك ليك حاجات رافعة فيديوهات، وده يعتبر تقصير منك. ان الشاعر دلوقتي بيكتبوا اسمه على جوجل، يعني كتبوا هو احمد الببلاوي مثلا، بص تلاقي حفلات فيديوهات كتبوا اسمك. عايز يكتبوا اسم احمد سالم، يبص يلاقوا شغل ليك ان شاء الله، حفلات ليك الشاعر احمد سالم، شغل ليك، حفلات ليك على جوجل، فيديوهات زيك زي بقيه زمايلك وزيك زينا كلنا. الفيسبوك دلوقتي والانترنت تبقى مش عايز اقول لك اقوى وسيله اعلاميه. حقيقي بجد. يعني اعتبره وعد للساده المشاهدين. وعد لحضرتك اولا لانك استضفتني وعرفتني بالساده المشاهدين، ووعد للساده المشاهدين اني اوعدهم انتقي الكلمه وانتقي الاحساس واطلع طبعا واقرا. وبقدم طبعا شكر لاستاذ احتواني جدا برضو بجانب الاستاذ احمد الغرياني، الاستاذ محمد عباس محفوظ المحلاوي. راجل حببني طبعا، قريت له ديوان طيور البهجة من ابدع دواوينه. حببني في الشعر الصعيدي عموما لانه عاش 25 سنة في مصر وما زال متمسك باللهجة، ما تغيرش فيها اي لفظ او اي سكنة او اي حركة، مفيش اي حاجة اتغيرت فيه. لدرجة هو موجود فين؟ موجود في المرج، عايش في المرج استاذ محمد طبعا، ومن الناس المحبين جدا للشعر وبيسعى وراه في كل مكان لانه يستفيد ويعلم الاجيال اللي وراه، لانه طبعا راجل عنده فوق 55 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، ده قيمة أدبية كبيرة واحنا نسعد بيه، ولازم نعمل دعوة ليه ونلبي له دعوة بحيث ان هو يكون معانا في برنامجنا نجوم الأدب. بإذن الله يا أستاذ أحمد، ده شرف لينا كلنا وشرف إن حضرتك استضفتنا فعلا. منتظر إن تنتهي من دراسة العروض، ومنتظر إني أسعد أنا والسادة المشاهدين بأول ديوان ليك بعد إتمام دراستك للعروض، ومنتظرك في حلقة تانية. أعزائي المشاهدين، سعدنا مع شاعر من شعراء المستقبل أحمد سالم، وفي انتظار مع وعد منه بعد إتمام دراسة العروض، بعد طبع ديوانه الجديد اللي هو الأول، بعد حلقة برنامج نجوم الأدب. منتظرينه في حلقة تانية. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الأدب، نجم جديد للحاضر أو نجم المستقبل. انتظرونا. شكرا.